كاين واحد الموضوع اللي غادي نبداو به هو سميتو عليه النظام الجزائري في هاد اليومين، هادي يومين البارح واليوم طلق واحد لوردر الاعلام الجزائري تريتي واحد الحاجه كاينه في الجزائر المرتبطه بالسحر والشعوذه. غادي نتكلموا على هذه النقطه هذه لان مهمه جدا باش نقراو كيفاش النظام الجزائري كيبردع في بوصبع المبردع، كيبردع في الشعب الجزائري. غادي نتكلموا، غادي نشوفوا كيفاش انه بزاف ديال القنوات الجزائريه تلقى واحد البرنامج على مستوى الدوكيومونطاسيون، كيمشيو للمقابر، كيشوهوا بالصوره نتاع الجزائر، كيوريو الجزائر عامره شعوذه وسحر. ما جاتني غريبه انا هذه القضيه، وعاد استضافه ديال دوك ما يسمى بالرقاة وداك الشيء ديال المشعوذين باش يتكلموا على هذه القضيه نتاع السحر. غادي ندوزوا شويه ديال سميتو نطنزوا عليهم شويه. سلوى ماز، مرحبا اختي، مرحبا، تحياتي لك. ومن بعد غادي ندوزوا الى البلاغ نتاع وزاره الخارجيه اللي غادي يكون هو الخبر الرئيسي في هذا. للاسف ما عندي الباتري فيه 48، ما غاديش سميتو ما غاديش يكون اللايف طويل، دونك غادي نحاول نتماشى مع الباتري اللي عندي في التليفون. شكرا قلب الاسد، شكرا انس، شكرا عنتر، تحياتي لكم. صديق شكرا الاخوان كاع اللي التحقوا. ابتسام شكرا بزاف. هيا بنا الى المونديال. دونك غادي نمشيو نسمعوا اولا، بعدا نجيبوا شويه ديال الضحك مع العابط نتاع ابو السبائر. نسمعوا ابو السبائر ماذا يقول على الثقب اللي لقاوه في الجزائر. التقرير نتاع التلفزيون الجزائري يحاول نفق باب العساء. لاحظوا فقط انه النفق اللي ظهر في بلاتي نحيد، غادي نخرج من، غادي نطرد هذا، نخرج من هنا كونفيرمي. حنا راه مكلاسينا في المنطقه الرماديه صافي فيما يخص تبييض الاموال والجزائر. بني هيطك داك التبرهيش ديال والو، صيفط الفيل باش يتسكرينا، باش نصيفطو لبوشتا ويدير عليه كدا. طلعوا النيفو صاحبي، طلعوا، راك بهدلتو بالتيك توك المغربي، بهدلتو به. ما عليناش، هيا بنا الى المونديال. غادي نمشيو نسمعوا، شوفوا ماذا يقول المثقوب سميتو بونيف بوتقبه، ماذا يقول على الثقب الذي اكتشفوه في الجزائر من الجهة الغربية. كثير من الناس لما شافوا الروبورتاج او عفوا التقرير نتاع التلفزيون الجزائري يحاول نفق باب العساء، لاحظوا فقط انه النفق اللي ظهر في التقرير هو النفق تاع اسبانيا. اييه، وقالوا باللي يعني هذا النفق تاع اسبانيا، والتلفزيون الجزائري اخذ صور ذلك النفق على اساس انها للنفق المكتشف في باب العساء. طبعا التقرير التلفزيوني صحيح، وانه تكلم على النفق تاع اسبانيا واستعان بالصور تاع اسبانيا صحيح، وصحيح جدا. السؤال لماذا لم يتم تصوير النفق الذي اكتشف؟ لماذا؟ خلوني نقول لكم في البداية أنه صحيح، نعم، لقاو نفق وموجودة حتى الفيديوهات نتاعو عند بعض الهواة، لقيته أنا عند بعض الهواة، ولكن أنا ما نعتمدش الصور اللي التقطوها الهواة. طبعا ما نقدرش نقدم صورة التقطها هاوي نقول نعتمدها على أساس أنها صحيحة. نفق موجود وتم اكتشافه في باب العساء، نعم. اييه، ونزيد نقول لكم أكثر من ذلك، أنه ما كانش نفق واحد، مجموعة من الأنفاق. وعدم إظهار صور تلفزيونية لنفق باب العساء، الناس اللي تعرف الإعلام واللي تفهم في الخطاب الإعلامي، هذه مسألة أمنية عندها وقتها، كل حاجة عندها وقتها. أنا ما نوريش للعدو، ما نوريلوش راني لقيت وين لقيت بالضبط. أنا نعطيها لك عنوان عام، نقول لك باللي لقينا نفق في باب العساء، قادر يكون قريب من باب العساء، قادر يكون بعيد عليها، قادر يكون المكان ما نحدولكش بالضبط. انا نقول لك لقيت نفق واكتشفنا نفق، وفي الحق انا ما اكتشفناش نفق، انفاق. دابا تخيلوا معايا الاخوان، هذاك اللي تقب
ما عارفش فين تقب. دابا تخيل هاد البغل هذا، هاد بونيف هذا يحاول ان يقنع المبردعين الجزائريين وبوصبع الزرق ان هذاك اللي تقب ما عارفش فين تقب. بحال دابا انت عندك الشينيور غتقب على جارك، غادي تقب على جارك، غادي بغيتي تعلق واحد الفوتو وتقبتي، ومن بعد جارك اللي متقوب غايقول لك لا ما نوريلكش فين تقبتي، بحال الا انت ما عارفش فين تقبتي. شوف لي اللوجيك نتاع المبردع نتاع بوصبع الزرق. دابا الفضيحه وقال لك بزاف ديال التقابي. انا قلت لكم ذاك النهار القضيه فيها بوصيه راه صح. القضيه ماشي تقب واحد وتقوب هي، كيزيد يورط النظام الجزائري والجيش الجزائري والاجهزه الامنيه الجزائريه في واحد الحاجه سميتها التآمر، او لا غافلين. دابا الجيش ديالكم يا اما غافل يا اما مخليكم تقبوا، خلى الدوله ديالكم تتقب رغم هذاك الحلم ديال داك بولحيه اللي عقلتوا عليه ذاك النهار. قال لهم انا وتبون كنا كنبنيو واحد الحيط. تخيلوا دابا هو وتبون بناو الحيط في 4 سنين وداروا الارضيه الصلبه، ومن بعد تم اكتشاف ان كاين ثقوب وماشي ثقب واحد. دابا هذا قال لهم راه القضيه فيها ثقوب. ما عليناش، هذه غير البدايه ديال اللايف، لان هذا الموضوع هذا ما بقاتش عنده كما كنقولوا الراهنيه نتاعته، لان دابا مع هذا هوكيستان كل نهار يومين كاين الجديد، وهذا هو اللي زوين. تحياتي من بيت الاحرار. قال لك تبويض الاموال. الله العظيم بالله ما عليناش. في اطار تبويض الاموال الاخوان ارى نمشيو ونشوفوا ماذا يقوله دائما بونيف في واحد الموضوع اخر. دابا غادي نبداو به على ما يوصل اللايف ل 1000 كا والواحد كاد المشاهدين، وغادي نبداو اللايف ديالنا. شوفوا الاخوان ماذا يقول بخصوص الحواله عاود. عرفتي شنو هي تكون نظام ديال دوله قوه، وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى الخطط التواصليه نتاعتك وعلى مستوى يعني النهج ديال انه عندك ناس ديالك خدامين معاك، اعطيهم شواهد معترف بهم كصحفيين، واخذوا على عاتقهم انهم يروجوا الاطروحه الجزائريه والبروباغندا الجزائريه، ولكن شوف المستوى نتاعهم كي داير. دابا هذا قالوا له تكلم لينا، سير تكلم مع الشعب الجزائري وسير فقس ليا في المراركه بخصوص الحولي. سمع اش غايقول على الحولي. طوابير الكباش حاجه تشرف. هذا دليل على ثراء ودليل على اريحيه وراحه عند الشعب الجزائري. الجزائريين دايرين طابور على الكباش. ظاهره رائعه، ظاهره جميله، ظاهره نفتخر بها، الحمد لله. واخيرا شفنا الانسان الزوالي الفقير داير طابور على واش؟ باش يشري كبش. دابا ولكن دابا قول لنا السي العبيط الغبي والنظام الجزائري وتبون هذا خصو الحبس. هذا خصو الحبس. هذا لو كنت انا مستشار الرئاسه غادي نجي عندك في الليل 2 الليل ندق عليك نفيقك من النعاس بالبيجامه ديال النعاس ونقول لك هذا خصو الحبس. اسمع مزيان السي عبد المجيد هذا كيدير عندك. طوابير الكباش حاجه تشرف. هذا دليل على ثراء. دابا الطوابير نتاع الكباش حاجه تشرف. تخيل معايا دابا الطوابير على الكباش حاجه تشرف مزيان، دلاله على الثراء. دابا في الاول بغى يبين بان النظام الجزائري والشعب الجزائري عايش البحبوحه. الشعب الجزائري علامه على ثرائه وبحبوحته، فهو اش كيدير؟ داير الطوابير على الحواله مزيان. ومن بعد شنو غايقول؟ دليل على اريحيه وراحه عند الشعب الجزائري. الجزائريين دايرين طابور على الكباش. ظاهره رائعه، ظاهره جميله، ظاهره نفتخر بها، الحمد لله. الحمد لله. واخيرا شفنا الانسان الزوالي الفقير. كيفاش الزوالي الفقير؟ قبيله قلتي الثراء، دابا كتقولنا الزوالي الفقير. وابونيف تزقي معنا ولا الهضره نيشان. دابا واش الثراء ولا الزوالي؟ لان الزوالي اللي كتكلم عليه وهذا امر كاين زواليين في نابورت او، ولكن النظام نتاعك يا عبيط يا غبي تبون نتاعك اظهر للعالم ان الشعب كامل زوالي. شتي فين طاح الفخ اللي طاح فيه تبون النظام نتاعك؟ بهدلكم مع الكناس، بهدلكم امام الاجناس، امام باقي الشعوب وباقي على المستوى الدولي.
اثبت ان الشعب الجزائري كله زوالي وكله ينتظر واحد الميزانيه كتخصها الدوله باش تشري له الحواله من رومانيا باش يعيد. وعاد ما تكلمتلكش على فشل النظام نتاعك في 60 عام نتاع البترول والغاز والبحبوحه والفلوس في ان يوفر للشعب الجزائري من العيد للعيد شي حاجه سميتها حولي. جمال عندكم دراهم، ايه واه عندكم دراهم، ولكن كتجيبوا الحواله من رومانيا. عندكم دراهم ديال البترول والغاز ما درتو بها والو، ما نميتو بلاد، ما درتو فلاحه، ما درتو قطيع، ما درتو سميتو انتوما 500 درهم في الشهر ديال ما يسمى بمنحة البطالة، واعطيه الحولي وبهدلو امام الحليب، امام اللوبيا، امام العدس، امام الحولي، بهدل التصيله ديال التواصل ديال جدر والديه مع احتراماتي للشعب الجزائري. ولكن راه اللي مبهدلك هو الرئيس نتاعك، ماشي سعيده برنوس، ماشي المغاربه اللي كيتنصوا عليكم في هذه. اللي مبهدلكم هو الرئيس نتاعكم اللي جاب لكم حواله من رومانيا حوليليا وبهدلكم وخرجكم تبانوا امام العالم على انكم في غايه الجوع والكوع. فهمنا؟ ما عليناش، ماشي هو هذا الموضوع. دابا غادي نمشيو للموضوع الاخوان الاول. الموضوع الاول الاخوان يقول ما يلي. بلاتي واحد الفيديو غادي نقلب عليه هنا، ها هو هنا، ها هو. اسمع ابن عمي، اسمع. الناس برا في الخارج. الصوت مسموع الاخوان؟ اسمع. هذا مستر ابي، وماشي غير مستر ابي، بزاف ديال الاعلاميين جزائريين منخرطين في هاد اليومين هادي في واحد العمليه سميتها ايها الجزائري انت مسحور. ايها الجزائري، راه الجزائر المسحوره، من الجزائر الجديده الى الجزائر المسحوره، من الجزائر المستهدفه الى الجزائر الجديده الى الجزائر المسحوره. واسمع ابن عمي، دابا تقريبا 6 البرامج اللي شفت انا البارح واليوم بلا ما داك الشيء نتاع مواقع التواصل الاجتماعي، شي قنوات تلفزيه كلهم كيتكلموا على السحور اللي كيلقاو في الجزائر. شكون كيسحر لي اختي سحر؟ هما كيتهموا راسهم كيسحروا لراسهم. فهمنا؟ اسمع. راهم يستعملوا الجن في جميع المجالات. عاود الفقيه، عاود. الناس برا في الخارج راهم يستعملوا الجن في جميع المجالات. احنا هنا مازال ما فوقنالهاش، احنا مازال ما عرفنالهاش، احنا مازال ما وصلناش لهذاك المستوى. هما يقول لك فايتينا في العلم وكذا ب20. اذا في التلفزيون الجزائري النظام باغي يقنع الشعب الجزائري عبر بردعته بان التقدم نتاع الدول الاوروبيه، التقدم نتاع الدول امريكا والغرب واليابان ماشي تكنولوجيا، نو، ماشي بالعقل، ماشي بالعلم، ماشي بالتطور نتاع العلوم والتقنيات عبر على الاقل واحد 400 سنه في التاريخ نتاع الغرب والتاريخ نتاع اوروبا. من داكشي نتاع البخاريات والمكوكيات حتى التكنولوجيا ديال النانو. لا كيقولوا لهم داكشي بالسحر. يعني كيقولوا للشعب الجزائري خاصك 50 عام. بلاتي يا شريف، كيقول له خصك تامن بالسحر يا جزائري. عاود. الناس برا في الخارج راهم يستعملوا الجن في جميع المجالات. احنا هنا مازال ما فوقنالهاش، احنا مازال ما عرفنالهاش، احنا مازال ما وصلناش لهذاك المستوى. هما يقول لك فايتينا في العلم وكذا ب20 و50 عام وكذا. العلم هذاك اللي راهم جايبينه تاع اللي فايتين كتاب 50 و100 عام. انا قصرت مع واحد الطبيب البروفيسور الله يرحمه، قال له قصرت مع واحد الطبيب بروفيسور. سمع دابا هادشي كيدوز في التلفازه الجزائريه، هادشي راه ماشي برنامج ديال شي واحد كيدير المحتوى باغي يطلع اللايف، باغي يستغل داك العقول الضعيفه في الجزائر، داك العقول المحردكه. لا، هادشي قناه تلفزيه جايبين واحد السيد وعاطيين له الوضعيه الاعتباريه وعاطيين له المنصه فين يتكلم مع الشعب الجزائري ويقول له راني انا زعما هو الراقي ولا الساحر المشعوذ تلاقى مع واحد بلاتي
تلاقى مع واحد الطبيب. اش قال له الطبيب؟ زيد بقينا قصارين وبدا هو في العلم نتاعو وانا في العلم نتاعي وبدينا نتقاربوا. والله قال له هو في العلم نتاعو وانا في العلم نتاعي. عرفتي راسو عالم وكيقول هادشي في التلفزيون، فهمتي؟ العلم يا جدك، العلم هو في العلم نتاعو وانا في العلم نتاعي. شنو هو العلم نتاعو؟ هو يقول للمبردع بان داك الشيء اللي راك فيه راه ماشي لان الناس تقدمات بالتكنولوجيا، لا، لان هادوك راه سحروا وحنا مازال كنتعلموا كيفاش نسحروا باش لا يوفق الله راهو في دار الحق. غير ناض خبط راسو على الحيط قال لي وانا نقول عليه سبقونا. قال له شوف اش قال لهم الا ما سمعتوش مزيان بحكم الموسيقى. قال له هو تكلم في العلم نتاعو وانا تكلمت في العلم نتاعي. قال له اقسم بالله لا، كيحلف عاد المسخوط. قال له ناض خبط راسو مع الحيط. داك العالم ديال ما عرف ديالاش قال له راني خبطت راسي مع الحيط يا جدك. زيد قال لي هما يدوا المعلومه من عند الجن. قال له هما راهم يديو المعلومه من عند الجن. اينشتاين يا جدك ما كانش داك الشيء نتاعو، نو، ما كانش كيخدم المعادلات الرياضيه، نو، ما كانش كيخدم العلماء د الفيزيك، ماشي داك الشيء نتاع الفيزيك الكوانتيك والفيزيك ما عرفش داك الشيء، نو. هاد الشيء دابا نتاع التكنولوجيا والتليفونات والساتلايتات نو. هاد الشيء نتاع الذكاء الصناعي ماشي علم، هاد الشيء جنون. وفعلا عندهم الحق، فعلا عندهم الحق. الذكاء الصناعي تقدر دير به نامبورت كوا اللي بغيتي ديرو. هاد الاي اي ماشي ديال الناس عاديين، ماشي ديال الشناوه، ماشي ديال الجوابنا، ماشي ديال المراكنه، ماشي ديال سلوفينيا اللي مشى الرئيس تبون تاعهم كيقول لهم بغيناكم تجيو عندنا باش تعلمونا وتقريونا في الجامعه الوحيده اللي كاينه في افريقيا نتاع الاي اي. تبون كيبني من جهه جامعه وكيصيفط من جهه اخرى. هاد بولحيه عند مستر ابي باش يكلخ الشعب الجزائري ويقول له يا ودي اقسم الجوسسه راهي من الجن. يا لطيف يا لطيف، قال له الجوسسه من الجن. بوب هذه ما سمعتهاش قبيله. لمياء تحياتي، مرحبا بنت عمي، مرحبا. الجوسسه من الجن، يعني دابا داك الشيء نتاع الجوسسه ديال القجاع وداك الشيء نتاع بيغاسوس وداك الشيء ديال هادوك الجنون. يعني ما كاين تما لا علم لا والو، تما غير التسخير نتاع الجنون.